الأب إذا ولدك جاء آخر الليل ولقيته يا خوي شو حالك يا أبويا شو أخبارك يا أبويا، اعرف إنه مستلج في راسه 4 حبات 5 حبات من اللجة، فعليك اتباع الخطوات التالية قبل ما تفك من راسه وحاول إنك تستفيد منه. إذا قاعد يسوي كذا امسك دقنه من هنا وعشقه على واحد، لأن كل النشاط هنا، واعطيه سطل مويه وفاري وخليه يدهر على السيارات، ينظف السيارات ويقول له لا تنسى الكفرات والشمعات يا خوي، لانك لما تقول له يا خوي ترى تشد معاه صح يا ابو الشباب. بعد ما يغسل السيارات امسك من دقنه من هنا وعشقه على 2، لانك لما تعطيها تعشيقه يجي له النشاط اكثر وتشد اكثر. وعلى المطبخ الله هنا وخليه ينظف المطبخ واعطيه جميع انواع المنظفات. بعد ما يغلي قول له غلقت يا حبيبي، يقول لك مضبوط يا الشباب. اذا قال لك مضبوط شباب اكفش دقنه منه وفضي، لان عشان تفك لازم تفضي الدقن. فض الدقن وخليه يجلس وخليه وشغل له فيلم هندي، لان الفيلم الهندي تخليها تفك لانه تقعد 3 ساعات الفيلم الهندي. واعطيه حليب بالزنجبيل، وبعدين تعال عنده بتلاقيه مرة يبكي مرة يبي يضحك، مرة تلاقيه يقول لك يا حسين يا حسين خلينا النشاد الصح، خليه. وإذا ما رضيت تفك وصلح له قرش، صلح له الحركة اليابانية شاكوش في الراس كذا، الشاكوش في الراس. لما تصلح له شاكوش في الراس بيقول لك تسلم الأيادي، قل له نام يا غالي.